أنغام عملت الجراحة يوم الخميس اللي فات، مش اللي فات ده اللي قبله. احنا عندنا الإعاعة المركزة للإفاقة العادية، وحصلت الإفاقة ودخلت أوضتها، ونحصل تحسن ويحصل حاجات تعمل مشاكل. في مشاكل لغاية الآن أنغام بتحس بألم، ألم الحقيقة جبار، يعني ألم شديد جدا عندها في منطقة البنكرياس والمعدة والحاجات دي، لأن هما واضح إن الجراحة كانت زي ما قلت لكم قبل كده إنها كانت خطيرة ودقيقة جدا. الإعلامي محمود سعد خرج منذ قليل وقال لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت: كان في اتصال من دقايق علشان أطمن على صحتها. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا، كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم. تحللها فيها أرقام كويسة الحمد لله، وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة الجاية. مفيش أي كلام حالياً على موعد خروج من المستشفى. دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة إن شاء الله. ولغاية هنا انتهى الفيديو. لا تنسى الدعاء للفنانة أنغام بالشفاء، والاشتراك في القناة، والإعجاب بالفيديو، وعمل الشير. والعملية كانت شديدة الدقة، لأنه كان الجراحة جنب حاجات دقيقة جدا، لكن الحمد لله الجراحة ناجحة. لكن في مشكلة في التحاليل، في أرقام ظبطت وفي أرقام مش عايزة تظبط. الأرقام اللي مش عايزة تظبط دي مسببة لأنغام ألم كبير جدا. يعني بعد ما كانت بدأت من يومين تاكل حاجة بسيطة وبتاع، دلوقتي مش قادرة من الألم، وهم عمالين يعملوا تحاليل. وبعدين الكلام النهارده انه هنعمل تحاليل قالت اللي اتعملت، يعني انه في مشكله معينه ممكن يعملوا بيها تدخل، بس بطريقه مش جراحه، يعني مش قلت عمليات، يعني يعملوا حاجه كده عشان تظبط ارقام التحاليل. ودي مش في يوم ولا يومين، هتاخد وقت. فأنا دلوقتي أنغام طالبة منكم إنكم تدعوا لها دعاء جميل، وتتمنوا لها إنها ربنا يساعدها في إنها تتحمل الألم وتتخطاه إن شاء الله. إنها محتاجة فعلا دعاء جدا جدا جدا. إحنا كلنا محتاجين الدعاء كل وقت، لكن لما بيبقى في شدة بنبقى محتاجين نركز في الدعاء جميل.